من احلى الوصفات وصفة الكبد والقوانص ديت عاملها لكم بطريقة النهاردة تحفة بجد. هتدوقي طعمها مش هتعملي غير الطريقة ديت وهتعتمديها دايما. من جمالها طعمها حلو قوي، ريحتها تحفة، ما فيهاش اي زفارة، لان انتي غسلاها غسلة حلوة ونقعاها كده ايه بالمحلول النقع اللي انتي بتحبيه او اللي انتي بتفضليه، وبتحسي ان حاجتك بتبقى نظيفة بيه ومبيبقاش فيها زفارة او بيبقى فيها اي حاجة من الحاجات اللي انتي ممكن تبقي يعني خايفة منها او كشة منها يعني. بصوا شكلها عامل ازاي. بعيش بقى تاكليها، بشوية مكرونة محمرين كده تاكليها، بأي حاجة. الحاجة اللي انت بتفضليها برضه هتاكليها بيها، هتطلع معاكي في منتهى الجمال وطعمها بجد حكاية. تعالوا نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا حطيت صينية على النار وحطيت فيها شوية كده من الزيت. تمام. واول حاجة هنزل بيها القوانص، اديها تشويحة كده، لان القوانص زي ما انتوا عارفين هي اللي بتاخد السوى الاكتر على البوتاجاز. يعني لما تحطيها على النار هي السوى الاكتر في الحاجة، لكن الكبد ما بتاخدش معاكي السوى اصلا. تمام. فهنقلبها كده ونديها تشويحة لحد ما يتغير لونها. يعني بصوا حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده، يعني حطيتها حوالي 10 دقايق كده. وبعد كده بعد ال10 دقايق غيرت لونها كده وخدت تشويحة. بعديها بقى غيرت لونها زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ان انا احط الكبد بتاعتنا. تمام. والاتنين برضو هديهم برضو تشويحة كده مع بعض. ومش عارفة الكاميرا اللي بعيدة شوية عن التصوير، بس موضحة يعني الحمد لله. تمام. اهي هديها بقى تقليبه كده، ومش بقلب فيها كتير لحد بس ما تبدا ان انا احس ان هي بتغير لونها. ابدا ان انا اقلب كتير عشان الكبد ما تتهريش منك. هي مش هتتهري لان هي فريش طازه وجميله جدا. فانا برضو بحاول ان انا احافظ على قوامها. جيبي الكميه اللي انت عايزه تجيبيها او على عدد افراد اسرتك، وحطي هنا بصل بقى وطماطم وفلفل كله ترانشات كده، مقطعاه بالشكل اللي انت شايفاه. اول حاجه هنزل بيها هي البصل عشان خاطر برضو ياخد تشويحه كده مع الخلطه بتاعه الكبد والقوانص. انا ما حطيتش اي حاجه خالص غير الكبد والقوانص. وبعد كده ارجع احط البصل بتاعنا واديله تشويحه معاه، ياخد معانا كده تشويحه تتبيله خفيفه قوي، يعني مش تتبيله يعني مش بحطه على النار يحمر او ياخد السوا او كده، لا انا عايزه كل مكوناتي دي تستوي كلها كده مع بعض. تمام. اهي بصوا بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت، ونقلب كده لحد ما يبدأ ان هو ياخد التتبيله زي ما قلت لكم كده معانا. انا حاطه بقى حوالي 4 بصلات كده، على 4 طماطمات، على 3 قرون فلفل. كل ما تكتري الخلطه بتاعتك في الكبد والقوانص تطلع معاكي حلوه جدا، وحسب الرغبه. بس انا بقولك التكه اللي هي بتطلع معايا حلوه قوي فيها اللي انتي حطي بصل كتير كده، وخضار البصل كمان بيسكر معاكي الحاجه، بيخلي طعمها حلو. هنا نزلت كده بالفلفل والطماطم اللي باقيين، ونقلب بقى تقليبه حلوه كده كله كده مع بعضه. وعايزه اقولك بحط لها بقى شويه ميه، بس هقولك لسه البهارات، استني البهارات اللي جايه عشوائيه هقولك على التكات يعني. وبهدي عليها النار واسيبها تاخد السوا بقى، يعني مش بعلي على النار، تستوي كده وتحس ان هي الصوص بتاعها حلو. انا ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ومعلقه من الكركم، وبهارات فراخ، ونص معلقه من الكمون، وورق لوري. دي كل بهاراتنا. هنقلب كده وبتخلي طعمها حلو جدا. حابه تضيفي مكعب مرقه ضيفي، مش حابه ما تضيفيش. هنقلب بقى كده كل الخلطه الحلوه دي مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. اهي بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت، شكلها اصلا وريحتها بقى لما حطيت كده البهارات في حته تانية خالص خالص. جربي كده ومش هتندمي. تمام. هنغطي بقى هنحط كده الميه بتاعتها. حطي كوبايه كوبايتين على حسب الكميه، بس انا هحط كوبايتين عشان مش عايزه احط تاني. يعني انا عايزه احط ميتها حاليا واستكفى بقى بكده، بحيث ان هي تاخد السوا يعني. هحط كمان كوبايه برضو كده عليها. وخلاص كده هغطي بقى عليها لحد ما تستوي بقى كده وتتظبط معانا. بص شكل الصوص بتاعها لسه يعني لسه ما استوتش، وشكل الصوص بتاعها طالع شكله عامل ازاي. مش قادره اقولك بقى.
الراجل بيبيع طماطم مش عارفين نقول له ايه صراحة. فاحنا بنشطب الفيديو عامة. هنا بقى بص دخلت على السوا كده ايه، وتقلت بالشكل اللي انت شايفاه دوت. بقت تحفة جدا جدا. هنغرفها بقى بالشكل دوت. بص شكلها والصوص بتاعها فظيع. بصوا الجمال. هنا كده خلاص كانت دخلت على السوا. هسيبها 5 دقايق كمان وابدا اغرف بقى، تكون تقلت كمان شويه عن كده. الصوص بتاعها يكون تقل عن كده، وهبدا ان انا اغرف. هتطلع معاكي تحفه جدا وريحتها حلوه وطعمها حلو قوي. لو مخلل وعيش بقى هتطلع معاكي حكايه. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوا الوصفه وتطلع معاكم احلى ما طلعت معايا بكتير كمان ان شاء الله. هي وصفه جميله ومميزه. والكبد والقوانص ديت مفيده جدا للولاد. فاستفادي بقى بالبروتين بتاع الكبده ذات نفسها للولاد. طماطم رخصت والناس كلها بتدلل عليها. فمع السلامه.